السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا وبعد طول انتظار الدينامو إن شاء الله يا شباب هنعمل مراجعة شاملة بإذن الله للدينامو. في المرحلة الأولى إن شاء الله هنكتب القانون وفيما وراء القانون، ثم ثانيا القيمة الفعالة والمتوسطة، ثم الحالة الأخيرة بإذن الله تعالى هنتكلم على قانون السيتا مع الزمن وعدد المرات والتقويم. بإذن الله النهاردة البداية هتبقى مع القانون. قول بسم الله الرحمن الرحيم. أهم حاجة اكتب ورايا وحل معايا. تعالى لي يلا. الدينامو شباب عبارة عن مستطيل اسمه ABCD، بحطه في مجال مغناطيسي وبحركه بطريقة ما، مش علينا هنحركه ازاي، بنحركه بطريقة ما، فلما بيقطع الفيض بيولد كهرباء. ايه الكهرباء بالنسبة لي؟ اللي هي EMF، واللي ان شاء الله هتمشي تيار. تعالى كده، ادي مستطيل اسمه ABCD حطيته في مغناطيس، ادي الN وادي الS. السهم ده بيقول لك ان انا هحركه ازاي، عشان الناس يا شباب تبقى متخيله معايا. عباره عن مستطيل زي ايديا كده، وهنلففه لا كده لا كده، فالضلعين اللي هيقطعوا الفيض هو AB وCD. اشمعنى يا مستر؟ عشان المجال بيبقى ماشي من الN للS كده. لو بصيت للEB كويس هتلاقي اتجاه الحركه بتاعتها مثلا وليكن لاعلى، CD وليكن حركتها لأسفل، فهتلاقي ان الحركة مع المجال هتبقى عمودية، فهم دول اللي هيقطعوا الفيض وهم دول اللي هيتولد فيهم EMF. هنستخدم قاعدة فليمنج لليد اليمنى عشان نعين اتجاه التيار. اشمعنى يا مستر قاعدة فليمنج لليد اليمنى؟ عشان انا اللي حركت عشان اولد تيار، وعشان ده عبارة عن سلك AB وCD، فلذلك هنستخدم قاعدة فليمنج لليد اليمنى. قاعدة لينز بتبقى في ملف، ليس في ملف الدينامو، لأن ملف الدينامو عبارة عن أسلاك، حركة، مجال، تيار. تعالى هنا كده، ده المجال اللي رايح اهو من الN لS، وده اتجاه الحركة، لف يا سمسم لف يا سمسم. ادي يا مستر اتجاه الحركة اهوت، فهتلاقي ان التيار ماشي من الB للC. بص عشان ما تتوهش نفسك، طالما الN شمال والS يمين، شوف اتجاه السهم اللي فوق ازاي. فبيقول لك اتجاه السهم كده دايما، طالما الN شمال خلي اتجاه التيار مع اتجاه السهم. يعني بيقول لك اتجاه السهم كده، خلي التيار ادي هنا الاعلى وادي هنا الاسفل، اتولد تيار هنا وتيار هنا. في واحد هيقول لي يا مستر ده التيارين دول عكس بعض فهيلاشوا بعض. اقول لك لا حبيبي، التيار ده الاعلى هيبقى مكمل لاسفل، فدايما السلك المستقيم ده احنا هنشيله ونعتبره كانه بطاريه. ادي الAB شلناه وادي البطاريه بتاعته. حد يقول لي يا مستر انت عملت ليه البطاريه كده؟ عشان التيار يبقى الاعلى. وادي الA وادي الB. طبعا لو سألك جهد مين اعلى قول له الB. احنا عارفين كويس قوي ان في السلك المستقيم الحاجه اللي انا ولدت فيها التيار، سواء كان سلك مستقيم، ملف دائري، ملف حلزوني، اتجاه التيار جواه عباره عن التيار اللي ماشي داخل البطاريه، وهيبقى ماشي من السالب للموجب. نفس الكلام هنشيل الCD وهنعتبره كأنه بطارية. ولو سألني جهدي من أعلى السي ولا الدي، قول له لا جهد الدي أعلى من السي، لأنه داخل البطارية التيار بيسري من الجهد الأقل إلى الجهد الأعلى. وادي يا مستر لو كملنا كده، لو ركزت طبقا للفصل الأولاني هتلاقي هنا الموجب مع السالب، ودايما المختلفين حلوين، فهينجمعوا ولا ينطرحوا؟ هينجمعوا. هنا الEMF عبارة عن بلف ساين 90، وهنا عبارة عن بلف ساين 90، فلما نجمعهم هيديني 2 بلف. حد يقول لي يا مستر ليه قلت بلف ساين 90 هنا؟ المجال ماشي من الN للS، واتجاه الحركة هتلاقيه كده أو كده، فهتلاقي الزاوية ما بينهم 90. الزاوية بين اتجاه الحركة واتجاه المجال 90. أنا هنا بتكلم على كل ضلع لوحده، فهقول له هنا عبارة عن بلف وهنا عبارة عن بلف، لما نجمعهم هيديني 2 بلف يا مستر. زي الفل. مين الV دي؟ الV دي يا مستر بنقول عليها اسمها السرعة الخطية، صح ولا ايه؟ يعني جسم بيتحرك، عربية بتتحرك، انما دلوقتي الملف ده هيدور زي المروحة. المروحة ما بتتحركش، المروحة بتدور، فالV مش هتنفع. فلذلك في قانون بيقول لك ان الV بتساوي الW في الR. الV دي اسمها السرعة الخطية ووحدتها متر على الثانية. الW دي اسمها السرعة الدورانية او السرعة الزاوية، لان الملف ده يا مستر هيدور. والآر ده النق. يا ترى يا مستر النق بتاع ايه؟ نص قطر الدايرة اللي الملف هيلف فيها. مش فاهم؟ تعالى لي. ادي يا مستر الملف اهوت، وادي يا مستر محور الدوران.
دايما طالما هنا الان وهنا الاس هتلاقي ده محور الدوران، ولو هنا الان وهنا الاس هتلاقي ده محور الدوران. ده اسمه محور موازي للطول. ايديا يا مستر هيت وداية لما تيجي تلف هتلف كده، فلو بصيت كويس قوي للدايره اللي بيلف فيها، ادي يا مستر الدايره هيت، هتلاقي يا مستر ان الدايره دي قطرها هيساوي العرض، ده الطول وده العرض. فلذلك يا مستر احنا شلنا الفي وحطينا اوميجا في ار. الاوميجا اللي هي السرعه الدورانيه، والار ده نص قطر الدايره اللي الملف بيلف فيه زي الفل. نزلنا البي، نزلنا الدبليو، فاضل لي ادي ال اللي هو الطول، فاضل لي يا مستر ال 2 ار اللي هو القطر. هنشيل الطول في 2 ار اللي هو القطر اللي هو العرض، الطول في العرض هيديني المساحه، ده مساحه الملف. الكلام ده كله يا مستر على اساس ان الملف ده عباره عن لفه واحده، لان الملف ده في الاساس عباره عن سلك. السلك ده انا جبته وشكلته على هيئه لفه واحده. طب نفترض ان انا عملته ادي لفه ولفيت ادي كمان لفه، فيبقى عباره عن لفتين او 3 او 4. فلذلك هنا يا مستر هنحط ان، فظهر لك ان الاي ام اف في الاخر بتساوي ناباوي، ونحط في الاخر يا مستر ساين سيتا. فظهر لنا يا مستر ان الاي ام اف التي ستتولد ان شاء الله من ملف الدينامو عباره عن ناباوي ساين سيتا. واحده واحده بقى يا معلم. الان دي يا مستر عدد اللفات، السلك جبته عباره عن ادي لفه وكمان لفه، فالان دي اللفات ذات نفسها. الاي ده مساحه الملف اللي هو بقى لو مستطيل الطول في العرض، لو دايره باي ار تربيع، لو مربع طول الضلع في نفسه. البي ده كثافه الفيض الخارجي اللي موجود اللي هو الان والاس، ده كثافه الفيض. الدبليو ده السرعه الدورانيه ساين سيتا. واحده واحده بقى، ده اطلع لي بفوق. ادي الاي ام اف بتساوي ناباوي ساين سيتا. الاي ام اف يا مستر اسمها اي ام اف لحظيه. يعني ايه لحظيه؟ يعني الملف ده كده بعد ثانيه هيبقى كده، في اللحظه دي الاي ام اف بكام؟ انما قانون فاراداي اللي هو الاي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على الدلتا دي كان اسمها اي ام اف متوسطه. كان بيقول لك الملف دلوقتي موازي، بعد شويه هيبقى عمودي، خلال المرحله دي الاي ام اف بكام؟ ده كان اسمها متوسط وتيجي معاها كلمه خلال. انما هنا بجيب لك اي ام اف لحظيه بتبقى عند زمن معين او بعد زمن كذا. يبقى الاي ام اف بتساوي ناباوي ساين سيتا. اول فكره الاي بي، مش خدنا قانون زمان بيقول لك ان الفاي ام بتساوي بي اي ساين سيتا؟ حلو كده. انا مش معايا غير البي اي بس، ما هو البي اي بس يا مستر، انا مش معايا غير البي اي بس، ما هو البي اي يا مستر اسمها الفاي ماكس، على اساس ان السيتا بتاع الفاي ام ب 90. فلذلك انا هنزل الان، البي اي هشيلها واحط مكانها الفاي ماكس، وادي يا مستر الدبليو اللي هي السرعه الدورانيه اللي هي الاوميجا، وادي الساين سيتا. يعني اول فكره بدل ما يديني البي والاي على بعضهم هيقول لك اذا علمت ان الفيض العظمى بكذا، شيل يا معلم البي اي وحط مكانه الفاي ماكس. ده رقم واحد. رقم اتنين هي القانون بتاع الاوميجا والقانون بتاع السيتا، هديهم لك يا معلم وهقول لك ايه الفرق بين مستوى الملف موازي ومستوى الملف عمودي، وان شاء الله بعدها هديك مسألة فيها كل الافكار دي. بس انا عايزك تركز بالراحة في القوانين، قوانين سهلة بامر الله. مين يا مستر الدبليو؟ ده اللي هي الاوميجا. مين الاوميجا يا مستر؟ اول حاجة ليها بتساوي 2 باي اف. 2 ده رقم ثابت، الباي هقول لك عليه كمان شوية. الاف يا مستر اللي هو الفريكوانسي اللي هو التردد واللي وحدته الهرتز. الاف يا مستر بقى بتساوي الان على التي. واحده واحده ومش عايزك تدخل الدنيا في بعضها. الان بتاع نبوي دي عدد اللفات، انما الان بتاع التردد دي عدد الدورات. بمعنى انت خلاص عملت ملف زي ايدي ده، ايدي ديت عباره عن 5 لفات. ال5 لفات دي بقى اعتبرهم كانهم مروحه. المروحه لما تيجي تدور هتقولي مثلا المروحه بتدور 50 دوره في الثانيه، 30 دوره في نص ثانيه، وهكذا. فالان دي عدد الدورات على تي.
يعني هيقول لك ملف دينامو يدور بمعدل 350 مش عارف دورة كل نص ثانية. أول لما تسمع دورة كل كذا أقف قول له هجيب الاف بتساوي n على t، حيث أن الn عدد الدورات. وطبعا يا مستر التردد هو مقلوب الزمن الدوري، فلذلك هنشيل الاف ونحط 1 على t كابيتال. مين التي كابيتال ده يا مستر؟ ده الزمن الدوري. ارجع لي بقى فوق كده، ادي الدبليو بتساوي 2 باي اف، هنشيل يا مستر الاف ونحط 1 على تي كابيتال. ممكن يسألك يقول لك مين التي كابيتال ده، بدل دي مكان دي، فتقول له التي كابيتال هيساوي 2 باي على الاوميجا. دي يا مستر قوانين الاوميجا. يبقى الاوميجا لها قانونين، القانون الاول هو 2 باي اف، وطبعا مش هيديك الاف على طول، فهتقول له ان الاف بتساوي ان على تي، هات الاف هنضربها في 2 باي هات الدبليو. ده الحاجه الاولى للدبليو. الحاجه الثانيه للدبليو هنا انه ما يدكش الدبليو، ما يدكش الاوميجا، فتقول ان الاوميجا بتساوي الفي على الار، الفي اللي هي بالمتر على الثانيه، والار يا مستر غالبا هتبقى نص العرض، لان ال2 ار بيساوي الدي ده اللي هو العرض، يبقى الار بتساوي نص العرض. انا قلت غالبا لان في حالات تانية ممكن تبقى نص الطول، في حالات تالتة ممكن تبقى العرض كله، في حالات رابعة ممكن تبقى الطول كله، وهقول لك عليها بعدين. السيتا يا مستر احنا خدنا الدبليو. السيتا يا مستر، السيتا بتساوي الاوميجا في تي، الاوميجا لسه واخدينها من شويه، الاوميجا هشيلها واحط 2 باي اف تي، فالسيتا هي الاوميجا بس مضروبه في التي. الاوميجا 2 باي اف بس مش محتاجه تي، انما السيتا 2 باي اف تي. السيتا دي يا مستر بقى زاويه، والزاويه هنا بالنسبه لي تقدير 60، فعشان كده هنحط ان الباي هنا ب 180. فعشان ما تنساش هنحفظ دايما ان السيتا بتساوي 360 اف تي، بلاش دايما تقول له السيتا 2 باي اف تي. طب ليه يا مستر؟ عشان هنا الباي ب 180، فممكن تتلخبط وتحط الباي ب 22 على 7، يبقى انت كده دخلت الدنيا في بعضها. فالسيتا يا مستر هتساوي 360 اف تي. بص لي بقى فوق كده، يبقى الاي ام اف بتساوي ناباوي ساين سيتا، شلنا السيتا اللي فوق وحطينا الاوميجا في التي. واحده واحده بقى بالراحه. ايه الفرق بين الاوميجا دي والاوميجا دي؟ الاوميجا دي قدام الساين، يبقى تقدير هنا 60، فلذلك هنقول له ديجري على الثانيه، لان احنا عارفين من السبوره اللي فاتت ان السيتا بتساوي الاوميجا في تي، يبقى الاوميجا بتساوي السيتا على التي. السيتا دي ممكن تبقى ديجري وممكن تبقى راديان. هنا عشان قدام الساين هقول له ديجري على الثانيه، انما هنا لا، ما فيش ساين، ما فيش زاويه، فعشان كده قلنا راديان على الثانيه. ما جاتش معايا دي، تيجي في اللي بعدها. تعالى، مش الاوميجا بتساوي 2 باي اف، وهنا برضو الاوميجا بتساوي 2 باي اف، بس ايه الفرق بين دي ودي؟ ان هنا السيتا محتاجه زمن، هنا الباي بقى عشان راديان هقول له ب 22 على 7، وهنا بقى الباي عشان قدام الساين هقول له 180. فعشان ما تتلخبطش، لو انت جايبها من قدام الساين تبقى هنا الباي ب 180 على اساس ان هي ديجري، فيما عدا ذلك هتبقى ب 22 على 7 لانها راديان. الا لو جه قال لك مثلا ساين رقم تي وقال لك ان الرقم ده اسمه راديان على الثانيه، هو حر ساعتها، هو هنا عوض عن الباي ب 22 على 7. انا عشان اخلص الحته دي اعرفها ازاي؟ لو لقيت الرقم ده كبير، يعني جه قال لك ساين 18000 تي، ساين 21600 تي، في الحاله دي اعرف ان الباي هنا ب 180، فلذلك هتلاقي ان الاوميجا كبيره. انما هنا 2 في 22 على 7، الاف مثلا هتبقى 50 60 70 هرتز، فلذلك هتلاقي ان الرقم ده كام؟ الرقم ده هتلاقيه صغير، فخلي بالك من الحته دي واوعى تتلخبط. الاي ام اف يا مستر ده وانا بتعامل معاها كانها بالظبط جهد في، هقول له الفي بتساوي الاي في الار، فهقول له هنا الاي ام اف بتساوي اي في ار. انا وانا بجيب انهي اي ام اف؟ قلت لك الدينامو اساس القانون نبوي ساين سيتا، ان الاي ام اف دي قيمه لحظيه بجيبها في لحظه معينه في زمن معين. انا مشيت من هنا لحد هنا، بعد ثانيه كنت هنا، في اللحظه دي الاي ام اف بكام؟ لذلك في الدينامو ما في فرق بين الاي ام اف والاي. يعني لما اجي اقول لك ان الاي ام اف بتساوي اي في ار، كده كده الار دي ثابته. مين الار؟ دي كل المقاومات اللي شافها التيار وهو ماشي، فكده كده الار ثابته، دي مديها لي في المساله. فاضل لي الاي ام اف والاي، ده لو لحظي ده لحظي، ده ماكس
ده ماكس، ده ان شاء الله هيبقى فعال، ده فعال، ده متوسط، ده متوسط. فما في فرق بين الاي ام اف والاي الا حاجه واحده بس. عارف هي ايه؟ تعال. جه قال لي الاي والار، وجه قال لي الاي ام اف والار. عايز اعرف ايه الفرق ما بينهم. هتقول لي والله اذا زادت المقاومه للضعف اكيد التيار هيقل للنص، فالعلاقه ما بينهم علاقه عكسيه. سهله دي، ماشي. طب الاي ام اف والار، فكر كده. فكرت؟ عايز تقول طرديه صح؟ لا يا معلم. الاي ام اف اللي احنا ولدناها في الفصل الثالث، لو احنا جبنا الاساس كده سريعا هتقول لي الاساس وبابا الشغلانه هو قانون فاراداي، سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي. القانون ذات نفسه ما فيش فيه ار. خش على اللي بعده، السلك المستقيم، هتقول لي سالب بلف ساين سيتا اللي هو سالب بي ال في ساين سيتا. هل في ار؟ هتقول لي لا. خش على الدينامو هتقول لي ناباوي ساين سيتا. هل في ار؟ هتقول لي لا. هقول لك يبقى الاي ام اف لا تعتمد على الار. يبقى اذا زادت المقاومه الى الضعف فان الاي ام اف يا مستر ثابته. حد يقول لي يا مستر هعترض، هقول له اتفضل. هيقول لي بس الاي ام اف بتساوي اي في ار. هقول لك انت قلت بس الاي ام اف بتساوي اي في ار عشان تجيب التيار، انما الاي ام اف اساسها لو انا هحسبها هتقول لي ناباوي ساين سيتا. فدايما الاي ام اف التي تولدت في الفصل الثالث لا تعتمد على المقاومه، فخلي بالك من دي. لو جه قال لي الاي ام اف اللحظيه اللي هي بتاع ناباوي ساين سيتا مع الساين سيتا، الان والاي والبي والاوميجا وساين سيتا كلهم مع الاي ام اف اكيد علاقه طرديه. وهنا الميل هيساوي اي ام اف على ساين سيتا، هيتفضل لي من القانون نبوي زي الفل. طب لو جه قال لك الاي ام اف ماكس والسيتا، هي مين الاي ام اف ماكس دي؟ ماكس يعني في الحاله دي السيتا ب 90، وان شاء الله في السبوره الجايه هنتكلم على السيتا بالتفصيل. اي ام اف ماكس يعني نبوي. هل نبوي يعتمد على السيتا؟ اكيد لا. فالاي ام اف ماكس والسيتا علاقه ثابته. ننتقل بقى لاهم اهم 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 حته يا مستر في الدينامو. ركز بقى كده بالراحه واصحى لي، الا وهي لما يقول لي مستوى الملف عمودي على المجال، ويقول لك مستوى الملف موازي للمجال. ايه الفرق بين عمودي وايه الفرق بين موازي؟ خلينا بس نتفق يا مستر ان الدينامو ده اساسه ان انا اولد اي ام اف وتيار. حصل؟ هتقول لي حصل. وبناء عليه مستوى الملف عمودي. كلمة عمودي في الدينامو ده اسمه الوضع الطيب، الوضع اللي مش هيخوف، وهتفهمها كمان شوية يعني وضع طيب. انما مستوى الملف موازي في الدينامو بالذات ده الوضع الشيطاني، وهنفهمها كمان شوية. في اللحظة التي يكون فيها مستوى الملف عمودي هنراجع بقى القديم، الفاي ام، الاي ام اف، التيار، التاو اللي هو عزم الازدواج، والمعدل الزمني للتغير في الفيض. دايما الفاي ام دي لوحدها، واخده جنب لوحدها. مين اللي ضدها؟ الاي ام اف اللي هي قوة الدفع المستحثة اللحظية، التيار، التاو اللي هو عزم الازدواج، والمعدل الزمني للتغير في الفيض. دايما حط في دماغك ان الفاي ام دي طيبه. يعني ايه طيبه؟ يعني اللي يجي في دماغك قوله. لما اجي اقول لك مستوى الملف عمودي، ايه اللي جه في دماغك؟ هتقول لي يا مستر جه في دماغي ماكس بس. يبقى الفاي ام يا مستر هنا ماكس. ايوه ماكس يعني بتساوي ايه؟ يعني بتساوي بي اي ساين 90، وساين 90 يا مستر بواحد. حلو. طب لما اقول لك مستوى الملف موازي، ايه اللي جه في دماغك؟ هتقول لي يا مستر مستوى الملف موازي جه في دماغي ان الثيتا بصفر. اقول لك تمام، وساين الصفر بصفر، وعشان الفاي ام دي غلبانه ما بتتوهش خدها، فلذلك هيبقى بصفر. يعني هتنعدم؟ هتنعدم. خش على اللي بعده، الفاي ام دي غلبانه، كل دول عكسها، يبقى شياطين. يعني ايه شيطان يا مستر؟ يعني اللي يجي في دماغي اعكسه على طول. قلت لك مستوى الملف عمودي فجي في دماغك ماكس، لا مش ماكس، يبقى كل دول بصفار. حد يقول لي يا مستر ازاي؟ يعني اللحظه اللي هيكون فيها الفاي ام ماكس الدلتا فاي ام على الدلتا تي بصفر، ازاي يعني؟ حبيبي دي اسمها دلتا فاي ام على الدلتا تي. وبعدين لو رجعت اصلا لقانون فاراداي هيقول لك ان الاي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على الدلتا تي. حصل؟ عشان خاطر يكون في اي ام اف لازم يكون في تغير في الفيض، وهنا ما في اي ام اف، وبالتالي ما فيش يا مستر تغير في الفيض. فخلي بالك من دي. خش لما يكون مستوى الملف موازي. لما يكون مستوى الملف موازي اللي هيجي في دماغك انه صفر، اعكس الكلام يبقى ماكس. يعني هنا هقول له مثلا الاي ام اف هتساوي نبوي ساين صفر، وهنا اقول له يا مستر هتبقى نبوي ساين 90. الفاي ام دي غلبانه، بختار الزاويه بين الملف والمجال، انما الاي ام اف والتيار وعزم الازدواج
بختار الزاوية، بشوف الزاوية بين الملف والمجال قد ايه، وبالتالي اخد المتممة. ناخد مثال يا مستر عشان نفهم. جه قال لك مثلا ادي الملف وادي المجال، او ده المجال وده الملف. الملف يا مستر يميل على المجال بزاوية 60، يبقى الزاوية بين الملف والمجال 60. الفاي ام دي غلبانة طيبة ما بتتوهش، هقول له اذا في اللحظة دي الفاي ام بتساوي بي اي ساين 60. حلو كده لانها طيبة. طب الاي ام اف مثلا ده شيطان. يعني ايه شيطان؟ يعني مش هيريحني. يعني ايه مش هيريحني؟ يعني هنا الزاويه بين الملف والمجال 60، هقول له نبوي ساين 30. جه قال لك الزاويه بين الملف والمجال مثلا 70، الفاي ام دي غلبانه، هقول له بي اي ساين 70. انما الاي ام اف والتيار والتاو، يعني التاو مثلا هقول له ايه ده، الزاويه بين الملف والمجال 70 وهي شطانه، مش هقول له بيان ساين 70، هقول له بيان ساين 20. اذا خلاصه الكلام، شوف الزاويه بين الملف والمجال قد ايه، الفاي ام خدها لانها طيبه، الاي ام اف والتيار وعزم الازدواج خد المتممه. طب لو عكس الكلام، يعني ايه عكس الكلام؟ يعني جه قال لك الزاويه بين الملف والعمودي على المجال 30. هو هنا بيحور في المساله، اللي انت عملته في الخطوه اللي فاتت اعكسها. يعني هو مش قال لك الزاويه بين الملف والعمودي على المجال 30، قول له يبقى الفاي ام بي اي ساين 60، والاي ام اف والتيار والتاو هيبقى الزاويه بتاعتها ساين 30. يعني لو جه معاك سكه واداك الزاويه بين الملف والمجال، خدها في الفاي ام، والشياطين خد المتممه. عمل لك اي حاجه تانية، قال لك الزاويه بين الملف والعمودي على المجال، الزاويه بين المجال والعمودي على الملف. نرجع مثلا للفصل الثاني، الزاويه بين المجال وعزم ثنائي القطب. جه هنا قال لك الزاويه بين المجال ومش عارف سرعه دوران احد مش عارف ايه. هو حور في المساله. تعالى عند دول الشياطين وخدها، وتعالى عند الفاي ام خد المتممه. انما اداك الزاويه بين الملف والمجال، في الفاي ام خدها، والشياطين خد المتممه. اكتب الحته دي وافهمها كويس لانها حته مهمه جدا 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 جدا. اخد بقى يا مستر كده مساله نروق بقى على الكلام. كل اللي اتقال اللي هو نبوي ساين سيتا، وان الدبليو بتساوي 2 باي اف، وان الاف بتساوي ان على التي، وان السيتا بتساوي 360 اف تي، بامر الله كل ده هيتجمع معاك في المساله دي. بس اصحى لي بقى كده وانا هروق عليك في المساله دي. قال لك ان الاي ام اف بتساوي 100 ساين 18000 تي. طبعا انت خفت اكيد. بص يا معلم، جه قال لك اي ام اف ومعاها ساين والحوارات دي كلها، زائد انك خفت، يبقى اكيد المساله في الدينامو. حصل؟ اكتب يا معلم قانون الدينامو. يعني زي المعادله دي اعمل محاكاه لهذه المعادله. فانا يا مستر اقول له ان الاي ام اف هتساوي مين نبوي؟ مين نبوي؟ مش نبوي ده اللي هو القيمه اللي قبل الساين سيتا، اللي هو القيمه الماكس. فانا اقول له ان الاي ام اف هتساوي الاي ام اف ماكس ساين سيتا. صح كده؟ مش القانون ده زي اللي فوق؟ نبوي ساين سيتا، شلت نبوي حطيت الاي ام اف ماكس. صح؟ مين السيتا؟ هو فوق مش مديني السيتا، افوق قلنا السيتا بتساوي، او هيكون سيتا 360 اف تي. زي الفل. في عندك بعض المسائل بدل ما يقول لك ساين 18000 تي بيقول لك مثلا ساين 100 باي تي. لو هو جه قال لك 100 باي تي وساب الباي مكانها، تعالى هنا وقول له ساين 2 باي اف تي. يعني هو لو ساب الباي سيبها انت كمان. هنا معوض عن الباي، خلاص عوضنا اللي كمان. واحده واحده بقى. مش الاي ام اف دي لحظيه وهي نفسها الاي ام اف لحظيه؟ خلاص. ال100 مش هي مكان الماكس؟ اول سؤال اصلا بيقول لك هي القيمه الماكس بكام؟ هقول له يا مستر هتبقى ب100. ولو الرقم هنا اسمه 100 باي يبقى الماكس هنا ب100 باي. حلو كده؟ كمل كده. مش الساين هي نفسها الساين؟ هتقول لي اه. مش التي نفسها التي؟ هتقول لي اه. مين اللي فاضل هنا؟ ال 18000. مين اللي فاضل هنا؟ ال 360 اف. فاقول له ادي ال 360 اف هتساوي 18000، وبناء عليه الاف هتساوي اقسم هنا على 360 وهنا على 360، يطلع مستر الاف معايا ب 50 هرتز. حلو كده؟ حلو. هتقول لي يا مستر انا هسألك سؤال. اقول له اتفضل. هيقول لي هو انت ليه هنا ما كتبتش نبوي ساين سيتا؟ حبيبي هو القيمه اللي قبل الساين دي مديها لي رقم اسمه 100، فليه اكتب نبوي ساين سيتا؟ انا هقول له نبوي وهقول له ان الاي ام اف ماكس نبوي لما يعوز حاجه من جوه نبوي. يعني يقول لك احسب لي المساحه بتاع الملف، احسب لي كثافه الفيض، احسب لي عدد اللفات. يعني هنا في السؤال هيقول لك ملف دينامو عدد لفاته
مثلا 50 لفة. حلو كده. مساحة الملف وليكن مثلا يقول لك 1 سنتيمتر مربع. سنتيمتر مربع يعني هنضربها في 10 أس سالب 4 عشان تبقى بالمتر المربع. يجي يقول لك بقى احسب لي كثافة الفيض اللي هي البي. مش البي ديت جوه نبوي وانا معايا الماكس اللي هي طلعتها ب 100، فاجي هنا اقول له الاي ام اف ماكس هتساوي مين؟ نبوي. حلو كده. الماكس معايا انا جبتها ب 100، والان عدد اللفات هو مديها لي في السؤال ب 50، المساحه مديها لي، البي هو عايزها. مين بقى الدبليو؟ ده السرعه الدورانيه اللي هي 2 باي اف من غير تي. خلي بالك ما انا يا مستر الاف جبتها ب 50، فعلى جنب كده هقول له ان الدبليو هتساوي 2 باي اف، يبقى هتساوي 2. الباي هنا بكام؟ ب 22 على 7. محدش يقول لي ليه مش ب 180، هنا مش سيتا ولا حاجه. الاف يا مستر كام؟ 50 هرتز، تطلع معاك 314. مجازا ده سؤال مقالي. ايه وحده القياس هنا؟ هتقول لي راديان على الثانيه. دايما الاوميجا لو رقم صغير اعرف ان هي بالراديان على الثانيه، رقم كبير قوي 18000 وهكذا اعرف ان هي بالدجري على الثانيه. جبنا يا مستر الاوميجا، اطلع فوق عوض. يبقى الماكس انا جبتها فوق ب 100، الان هو مديها لي في السؤال ب 50، المساحه هناك 1 في 10 اس سالب 4، البي هو عايزها، الدبليو احنا جبناها اللي هي 314. هات يا مستر منها كثافة الفيض بوحدة التسلا. كده يا مستر أنا جبت البي. هو في السؤال مثلا مديني الار وليكن مثلا ب20 أوم، ممكن يقول لي بقى هات لي التيار، احسب لي مثلا أقصى تيار وهكذا. تعال نشوف كده. هنقول له يا مستر الاي ام اف مش هي بتساوي الاي في الار؟ هو عايز انهي تيار؟ وليكن الاي ماكس. ده ماكس، يبقى دي هي كمان ماكس. الماكس جبناها بكام؟ ب100، والار هو كان مديها لي ب20، فاضل لي الاي ماكس. هات يا مستر الاي ماكس، تطلع وليكن 5 امبير. ادي يا مستر بالنسبه للتيار. ممكن يقول لي هات الاوميجا بوحده الدجري على الثانيه، او هات لي الاوميجا بالراديان على الثانيه. خلي بالك الاوميجا هي كانت 18000، مش كنا قايلين ساين 18000 تي؟ مش السيتا دي اسمها اوميجا في تي؟ يبقى ال 18000 ده هو الاوميجا، بس عشان هي قدام الساين وعشان هي رقم كبير قول له هنا يا مستر الوحده بالدجري على الثانيه. ابص عليها في الاختيارات، خلي بالك ممكن يقول لك 18000 راديان على الثانيه، غلط. طلعت بتساوي 314 راديان على الثانيه. بص الفرق ما بينهم كده، هنا الاوميجا بتساوي 2 باي اف وهنا الاوميجا بتساوي 2 باي اف، بس ايه الفرق بين الرقم ده والرقم ده؟ فوق الباي انا عوضت عنها ب 180 فلذلك طلع الرقم كبير جدا. هنا يا مستر الباي انا عوضت عنها ب 22 على 7، فعشان كده الرقم طلع رقم صغير جدا. فخلي بالك ممكن يقول لك احسب لي الاي ام اف بعد زمن وليكن 1 على 300 ثانية من وضع الصفر. ركز معايا كويس قوي. هو بيقول لك احسب الاي ام اف بعد، شفت كلمة بعد او عند يبقى انا عايز اللحظية. ايه اللحظية؟ اللي هي نبوي ساين سيتا. وخلي بالك قلت ما في فرق بين الاي ام اف والتيار، يعني كان ممكن يقول لك احسب التيار بعد زمن كذا. هتقول لي ازاي يا مستر؟ ده المعادله اللي انت كنت مديها لي ان الاي ام اف بتساوي 100 ساين 18000 تي. هقول لك تمام، الزمن اللي يديهولي ده انا هجيب منه الاي ام اف اللي موجوده في المعادله، ثم اقول له ان الاي ام اف بتساوي اي في ار، فما في فرق بين الاي ام اف والتيار. فخلي بالك تعالى هنا كده، هقول له الاي ام اف هتساوي، هنرجع للمعادله اللي هي 100 ساين مفروض 18
1000 تي. هنا التي بكام يا مستر؟ 1 على 300. يبقى الاي ام اف هتساوي 100 ساين آلتك الجميلة 18000 لما اقسمها على 300 تطلع معاك 60. هي بقى الفكرة هنا يا مستر، الزاوية اللي انا حسبتها دي هاخدها ولا هاخد المتممة؟ خلي بالك هنا بيقول لك من وضع الصفر، يعني البداية بتاعتي، الانطلاقة بتاعتي من وضع الصفر. أول لما تسمع كلمة وضع الصفر في الدينامو يقصد بيه الوضع الذي كان فيه الاي ام اف بصفر. اشمعنى يعني؟ لأن الدينامو يا مستر أساسه أصلا إنه بيولد اي ام اف تيار كهرباء يعني. فلما يقول لك وضع الصفر قول له يعني ما هي اللحظة التي كانت فيها الاي ام اف بصفر؟ مش الاي ام اف ده اللي هو الشيطان، والشيطان بصفر هيجي في دماغك الوضع الموازي، قول له لا الوضع العمودي. وانا قلت لك لو انت فاكر لما يقول لك بدأ من الوضع العمودي، الوضع العمودي في الدينامو لا خوفا منه. فين الوضع العمودي؟ ادي يا مستر الوضع العمودي اهو، حلو كده. وهو دار قد ايه؟ طلعت الزاويه دي المفروض لما احسبها طلعت 60. طب دوره لي كده يا مستر، هو الملف ده اللي هي ايديا دي لما تدور 60 هيتفضل لي بين الملف والمجال 30. حصل؟ وانا هنا بحسب الاي ام اف، والاي ام اف ده المفروض انه شيطان. هل باخد الزاويه بين الملف والمجال ولا الثانيه؟ خلي بالك هو دار 60 فهيتفضل لي بين الملف والمجال 30، هو شيطان. انا مش هاخد الزاويه بين الملف والمجال، انا هاخد الثانيه. فلذلك لما يدور من الوضع العمودي زاويه ما خدها واشتغل ساين عادي. فاقول له هنا يا مستر ساين كام؟ ساين 60. طب اعكس السؤال كده، يعني هو نفس السؤال، احسب الاي ام اف بعد زمن كذا، بس جه قال لك بدءا من الوضع الموازي. خلي بالك بقى الوضع الموازي ده اللي هو الوضع الافقي، ده الوضع الافقي اهو. هو بعد الزمن اللي هو اسمه 1 على 300 ثانيه كان دار قد ايه؟ حسبتها من دي طلعت 60. احسب كده، ايه ده الزاويه اللي بين الملف والمجال هي الزاويه اللي دارها، مش هو دار 60؟ وانا هنا هاخد الزاويه بين الملف والمجال ولا هاخد الثانيه؟ هاخد ال60 ولا ال30؟ هتقول لي لا ده انا بحسب الاي ام اف، بحسب الشيطان. فلذلك اذا دار الملف من الوضع الموازي زاويه ما وحضرتك بتحسب الاي ام اف او التيار اللي هم المفروض شياطين في الدينامو، اوعى تاخد الزاويه اللي دارها. امال هاخد ايه يا مستر؟ هاخد الزاويه المتممه. فلو شال كلمه وضع الصفر وحط الموازي في هذه الحالة كنت أقول له 100 ساين 30 وليس 60. خلاصة الحتة دي في الدينامو إذا دار الملف من الوضع العمودي ودار زاوية ما وسيادتك بتحسب الاي ام اف والتيار اللي هم الشياطين، خد الزاوية دي. ازاي؟ اهو كان عمودي ودار زاوية 30، قول له يبقى نبوي ساين 30. طب لو انا بحسب التيار قول له برضه هتبقى ساين 30. طب جه قال لك عمودي ودار زاوية 150، قول له هتبقى ساين 150. ده الكلام ده وانا بحسب مين؟ الشياطين. انما لو بحسب الفاي ام هناخد المتممه. طب خش على الموازي، اذا دار من الموازي زاويه ما، هو لو دار زاويه 60 ده ال60 دي الزاويه بين الملف والمجال، ساعتها اقول له هتبقى نبوي ساين 30. طب الفاي ام قول له هو دار زاويه 60 وال60 دي هي الزاويه بين الملف والمجال، خدها. الوضع العمودي في الدينامو وضع لا يقلق، الوضع الذي يقلق في الدينامو هو الوضع الموازي. فخلي بالك حسبنا يا مستر الاي ام اف. طب نفترض في الحاله دي كان بيقول لي احسب التيار عادي، مش انا حسبت الاي ام اف، هقول له بعد ذلك ان الاي ام اف بتساوي الاي في الار، مش انا حسبت الاي ام اف وكده كده معايا المقاومه. احسب يا معلم مين؟ احسب يا معلم التيار. كده يا مستر احنا عملنا ايه؟ كده احنا استنتجنا القانون اللي هو نبوي ساين سيتا. قلت لك ان الان اللي في نبوي دي عدد اللفات، جينا عند الاي بي وقلت لك دي اسمها الفاي ماكس، جينا عند الاوميجا اللي هي الدبليو وقلنا ان هي 2 باي اف. مين الاف ده؟ اللي هو التردد، والتردد بيساوي ان على تي. الان اللي موجوده في التردد ده عدد الدورات. فلذلك لما تسمع يدور بمعدل مش عارف كام دوره كل قد ايه، هات الاف. سيتا كانت بتساوي اوميجا في تي اللي هي 360 اف في تي. التي اللي موجود في السيتا غير التي اللي موجوده في الاف اللي هو التردد، عشان محدش يجي يقول لي ساين 360 اف في تي انا هشيل الاف واحط ان على التي فالتي هتطير مع التي، لا. وعشان ما اتلخبطش ما بينهم هميز ما بينهم ازاي؟ يدور بمعدل كذا كل كذا دقيقه، هات منها الاف. احسب الاي ام اف بعد زمن كذا او عند زمن كذا،
الزمن اللي مديهولي ده هروح اجيب منه السيتا. ازاي؟ هقول له ان السيتا بتساوي 360 اف في تي، التي اللي مديهولي ده هحسب منه السيتا. بس التركايه في ايه؟ التركايه في فكره السيتا اللي انا جبتها دي، هل انا هاخدها ولا هاخد المتممه؟ ونصيحه دايما اشتغل بالساين احسن. حط في دماغك ان الفاي ام دي غلبانه، وان الاي ام اف والتيار وعزم الازدواج حتى المعدل الزمني للتغير في الفيض كلهم حزب شيطاني ضد الفاي ام. فركز وخلي بالك. وعشان اشوف انت فاهم ولا لا، جه قال لك مستوى الملف موازي، طبعا مستوى الملف موازي. جه قال لك المعدل الزمني للتغير في الفيض هيبقى صفر ولا ماكس؟ فكر. ماكس. جدع. ليه؟ لان المعدل الزمني للتغير في الفيض ده المفروض انه شطان، وهو لما قال لي موازي ايه اللي جه في دماغي؟ جه في دماغي صفر، وعشان هو شطان هقول له ماكس. طب اسالك سؤال تاني، في اللحظه التي يكون فيها مستوى الملف عمودي، التيار المتولد هيبقى عباره عن ايه؟ صفر. جدع. ليه؟ لان التيار ده شطان، وهو لما جه قال لي عمودي جه في دماغي ماكس، اعكس الكلام على طول. خلي بالك، هو مستوى الملف عمودي، الزاويه بين الملف والمجال 90، وانا لما بحسب الشياطين انا ما باخدش الزاويه بين الملف والمجال، بشوف الزاويه بين الملف والمجال قد ايه وراح اخد المتممه. فهو لما جه قال لي مستوى الملف عمودي الزاويه بين الملف والمجال 90، وعشان هو شطان قلت ساين صفر. انما لو بتكلم على الفاي ام ده، الفاي ام دي طيبه، فلذلك لما يقول لك مستوى الملف عمودي على المجال الزاويه ما بينهم 90، هقول له هتبقى ساين 90 عشان هي غلبانه. طب اسالك سؤال اخير. جه قال لك الملف بدأ الدوران من الوضع الموازي، حلو كده؟ وضع موازي اللي هو قلت لك في الدينامو وضع مخيف شويه، حلو كده؟ وجه قال لك احسب لي الاي ام اف بعد زمن كذا. ما ادانيش السيتا على طول، اداك زمن هات السيتا، ما تفكرش. جه قال لك احسب الاي ام اف بعد زمن كذا، مش اداني الزمن، هقول له السيتا بتساوي 360 اف تي. اخطر قانون في الدينامو على الاطلاق هو السيتا بتساوي 360 اف تي. الزمن اللي اداهولي رحت ضربته في ال 360 اف وحسبت يا مستر السيتا. السيتا اللي طلعت دي هحطها في نبوي ساين سيتا، يعني هاخدها ولا هاخد المتممه؟ هو بدأ من الوضع الموازي، والزاويه اللي طلعت معايا من ال 360 اف تي طلعت 60. هل اخدها؟ هل اخد الزاويه بين الملف والمجال دي ولا اخد الثانيه؟ هاخد الثانيه. جدع. حد يقول لي يا مستر طب نفترض حسبتها وطلعت معايا 150. هو لو بدأ من الوضع العمودي كنت هاخد ال 150. طب لو بدأ من الوضع الموازي هتقول لي ايه المتممه بتاع ال 150؟ حبيبي ال 150 ساين ال 150 نفسها ساين ال 30. فلما يجي لك وانت تحسب وتطلع معايا في 150 قول له كأنها طلعت معايا 30، وعشان انا عايز اخد المتممه هتبقى كام؟ ساين 60. فخلي بالك كده يا شباب، احنا خدنا مساله تقريبا فيها كل القوانين احنا خدناها. المساله الثانيه يا شباب، جه قال لي هنا الفاي ام وده هنا السيتا. مبدئيا لما يجي لك رسم بياني انا مش عايزك تخاف. انا مش عايزك تخاف. خايف من ايه؟ واحده واحده كده وركز بالراحه بالراحه. اول حاجه لما يجي لي رسم بياني صلي على النبي وبالراحه، واسال نفسي مين محور الصادات اللي انا بتعامل معاه؟ هو مين؟ هل هو طيب اسمه فاي ام فمش هيقرفني، ولا هل هو شيطان اسمه اي ام اف، ولا طيار، ولا عزم ازدواج، ولا معدل زمني للتغير في الفيض؟ طلع فاي ام ده غلبان، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم تحدد بدأ منين. ما احنا قلنا بقى لو بدأ من الوضع العمودي حاجة، ولو بدأ من الموازي حاجة تانية خالص. فاصحالي ده الطيب بدأ من الماكس. الطيب بدأ من الماكس. ايه اللي جه في دماغك؟ هتقول لي عمودي. جدع. تعالى هنا واكتب انه بدأ من العمودي عشان يبقى فاهم ان هو بدأ من الوضع ده. حلو كده زي الفل. جه قال لك ان ملف دينامو عدد لفاته 100. هو قال لي كده يدور بمعدل، اصحى لي بقى، يدور بمعدل 360 دورة كل 5 ثواني. هقول له يدور بمعدل كذا كل كذا، ما تفكرش، هات الاف. هقول له الاف بتساوي ان على تي. التي لو اداها لك بالدقايق لازم تبقى بالثواني. جه قال لك يدور بمعدل 100 دوره كل ثانيتين، يبقى الاف بتساوي ان على تي. 100 على الاثنين هيديني وليكن 50 هرتز. الاف طلع ب 50 هرتز. حلو كده؟ حلو كده. ايه السؤال يا مستر؟ يجي هنا كده والنقطه دي يسميها لك وليكن اسمها ايه، ويقول لك الاي ام اف. اسمع كده، اسمع الاي ام اف في اللحظه اللي هي عند الاي بكام؟ يعني في اللحظه دي بكام؟ في اللحظه الدينامو نبوي ساين سيتا دي اسمها قيمه لحظيه. قيمه لحظيه.
في اللحظه دي الاي ام اف بكام؟ واحده واحده بقى. اقول له يا مستر دي نقطه تقع على محور السينات، حلو كده، والذي يقع على السينات ليس لديه صادات، حلو. يبقى في اللحظه دي الفاي ام بصفر، الطيبه بصفر، ولما يكون الطيبه بصفر يعني مستوى الملف موازي. طب في اللحظه التي يكون فيها مستوى الملف موازي الاي ام اف اللي هو شطان ده صفر ولا ماكس؟ هتقول لي ماكس، جدع. يبقى الاي ام اف هتساوي نبوي. بس هو بيقول لك نبوي ده بكام؟ الان ده عدد اللفات مديهولي ب 100 زي الفل. الاي مش مديهالي، مساحه الملف مش مديهالي، البي كثافه الفيض مش مديهالي، بس مديني يا مستر الفاي ام مديني هنا قيمه اسمها 10. طب هل ال10 دي اسمها فاي ماكس؟ هتقول لي لا، دي الماكس وهي تحت الماكس بشويه، فالماكس في الفاي ام هتبقى اكبر من ال10. احنا قلنا ان البي اي دي يا مستر اسمها الفاي ماكس، حصل؟ فاوعى تشيل البي اي وتحط 10. 10 دي يا مستر مش الماكس، ده تحت الماكس بشويه. اعمل ايه؟ على جنب كده وهقول له الفاي ام دي هتساوي ايه القانون بتاعها؟ بي اي ساين ثيتا، صح كده؟ انا عايز بي اي ساين ثيتا ولا عايز البي اي بس؟ لا يا مستر انا عايز البي اي بس اللي هي الفاي ماكس. لو المساله جات لك رسم بياني، هو كل القوانين دايما اشتغل ساين عشان ما تتلخبطش، ولكن لو جاء رسم بياني، لو المساله جت رسم بياني وبدا من الماكس، لما يبتدي من الماكس هذه داله القوسين، ولو بدا من الصفر داله الساين، ايا كان من اللي على الصادات. يعني لو هنا الفاي ام، هنا الاي ام اف، هنا التيار، ايا كان هو مين وبدا من الماكس قول له دي داله القوسين. لو بدا من الصفر قول له ده داله الساين حتى ولو كان مين. فانا هنا اقول له الفاي ام بتساوي بي اي قوسين ثيتا. الفاي ام بكام؟ ب10. قوسين كام؟ قوسين 60. وادي يا مستر البي اي. في الحاله دي تطلع البي اي 10 على قوسين 60. جبت البي ايه، هاتها عوض بقى هنا. يبقى الان معايا ب 100، البي اي على بعضها اللي هي الفاي ماكس انا جبتها من الخطوه دي، واوعى تعوض بال10. طب مين الاوميجا؟ الاوميجا اللي هي 2 باي اف. الاف يا مستر بكام هنا؟ ب50. واوعى تتلخبط، قلت لك ان الدبليو اللي هي الاوميجا طالما مش قدام الساين يبقى الباي ب 22 على 7. عوض يا مستر، هات الاي ام اف. واخد لي بالك بقى، واخد لي بالك ايه الفرق؟ يعني في اللحظه التي كان فيها الفاي ام بصفر طلعت الاي ام اف ماكس. طب هنا كده يا مستر، هنا الفاي ام ماكس، صح؟ يعني لو سالني في اللحظه دي الاي ام اف بكام؟ هقول له الاي ام اف ده شطان، صح؟ وهنا مستوى الملف عمودي. عمودي اللي هيجي في دماغي 90، هيجي في دماغي الماكس. اقول له لا، يبقى في اللحظه دي هنا الاي ام اف بصفر، والتيار بصفر، وعزم الازدواج بصفر، والمعدل الزمني للتغير في الفيض اللي هي اسمها الدلتا فاي ام مع الدلتا تي بصفر، لانه ما في فرق بين الاي ام اف والدلتا فاي ام مع الدلتا تي، لان احنا قلنا عشان يتولد اي ام اف او تيار لازم يكون هناك دلتا فاي ام مع الدلتا تي، لازم يبقى في تغير. طب هنا كده، هنا الفاي ام بصفر، يبقى في اللحظه دي الاي ام اف ماكس، والاي ماكس، وعزم الازدواج ماكس، والمعدل الزمني للتغير في الفيض ماكس. كده يا شباب احنا خدنا الجزء الاولاني في الدينامو اللي هو صيغه القانون اللي هو نبوي ساين ثيتا، اتكلمنا على الدبليو، اتكلمنا على الثيتا، اتكلمنا على الفرق بين الفاي ام اللي هي الطيبه والاي ام اف والتيار وعزم الازدواج اللي هو شياطين. ان شاء الله يا شباب في الفيديو الجاي هنتكلم على القيمه الفعاله والقيمه المتوسطه باذن الله. بالتوفيق يا شباب، السلام عليكم.